السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي محمد أشرف المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. وبعد أتحدث عن رؤية القرآن الكريم. ما منا من أحد كبير أو صغير إلا وهو يقرأ القرآن ويسمع القرآن ويعجب بتلاوة الناس. النهاردة بنتكلمهم على ان انا في المنام شفت نفسي بقرأ القرآن الكريم. لما يجي حد يقول لك انا شفت بقرأ القرآن الكريم تدل على الخير والبركة والبشر، يعني تبشرك ان واظبت على هذا بحسن الخاتمة. شرف عظيم، عز، منة من الله، مكانة عالية، احمد الله. تدل كذلك على طهارة القلب، وتدل على رفعة المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ينفرج همك، تربح في تجارتك. إذا كان في مسجون سيفك قيده وأسره، إذا كان في مديون سيقضى دينه. إذا كانت القراءة بصوت حسن، أي حد بيقول لك أنا شفت في المنام بقرأ بصوت حسن، عبارة عن خير كثير قادم لك. طيب، في واحد عاصي بيقرأ القرآن الكريم، إشارة إلى إن الله سبحانه وتعالى تاب عليك. طب إيه اللي يحصل بعد كده؟ ما دام الله وراك في المنام أمارة من أمارات الرضا وتاب عليك، بالنهار أدي الفرايض والسنن والنوافل واتبع سبيل الصالحين. طيب، واحد بيقرأ القرآن وهو مرهق. قراءة الإنسان للقرآن وهو مرهق وهو يقرأ القرآن دي معناها ايه؟ انت هتتفوق وهتنجح في اللي انت فيه، سواء في الدراسة او في التجارة او في العمل. بس العمل بتاعك فيه نوع من الصعوبات، اتحمل وان شاء الله النتيجة اللي جاية نجاح. طب سماعك القرآن لقارئ بصوت حسن، لو سمعت انسان بيقرأ بصوت جميل يبقى انت قلبك متعلق بالقرآن الكريم، وربما ديت تعتبر دعوة لك لإيه؟ لتقرأ على الناس مثل ما سمعت، فحسن نفسك بالقراءة وجودها. طب انت بقى سمعت قارئ او سمعت انك انت بتقرأ في القرآن، يعني حد بيقرأ او انت اللي بتقرأ، يبقى انت راجل احمد ربنا، من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وانت بتساعد الناس. طب رؤية ختم القرآن، قال إذا رأيت أو مراتك أو ولادك رأوا إن هم بيختموا القرآن الكريم فديت تحقيق للأماني والرغبات. طب رؤية قراءة آيات الجنة وأنهار الجنة والرحمة والإحسان، بشرى بأنك من الصالحين، استمر. زي النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابي قال له عرفت فالزم. يبقى أنت طالما رأيت نفسك في هذا الطريق زود في الطاعة. في المنام مرة انت قاعد بتقول انا صحيت من النوم لقيت نفسي بقرأ قل اعوذ برب الفلق وبقرأ قل اعوذ بايه؟ برب الناس. فاذا رأيت انك تقرأ المعوذتين في المنام دي حماية لك وشد من ازرك ولأسرتك من المكائد ومن الاشرار ومن الاسحار ومن السحرة ومن كل الفجرة. احمد ربنا. طب في مريض لقيته انت بيقرأ القرآن، بشرى ليه بالشفاء من المرض. طيب سماع القرآن، انت بتسمع القرآن او المريض بيسمع القرآن، امان. وحفظ القرآن وانت لم تكن حافظ من قبل، ده ملك وسلطان ووظيفة ودرجة عالية. طب شراء المصحف، قال بقى شراء المصحف حاجة عظيمة قوي. انت هتنشر العلم والمعرفة. طيب نار مشتعلة في قلب مكان، وعلشان نطفيها مش لاقيين حاجه، فلقينا ورق مصحف فحطينا الورق نطفي فيها نطفي النار المشتعله باوراق المصحف. دي فتنه في المكان اللي انت فيه ستنتشر ولن يقضي عليها الا اذا اتبع الناس تعاليم القرآن الكريم. ودايما كل ما الناس بعدوا عن القرآن الكريم كان الغم والهم، وكل ما الناس اقتربوا من القرآن الكريم كان الإيمان والشكر والصبر وراحة البال. طب أنا لقيت نفسي والعياذ بالله بقرأ في مكان غير نظيف، أو بقرأ القرآن منحرف،
او بقرأ القرآن في خمارة والعياذ بالله، يبقى تعمل ايه بقى؟ يبقى انت راجل خاين العهد، وانت راجل او ست بتشهدوا زور، او انت بعيد عن الدين، فالرؤية بتقول لك قرب وتوب الى الله سبحانه وتعالى. طيب في مريض انت لقيت نفسك بتقرأ عليه القرآن، فاذا قرأت انت القرآن على مريض فهو قرب موت، ربنا يسهل له ان شاء الله. طيب ميت بيقرأ آيات العذاب والتحذير والنار، رؤياك تدل على شقاء الميت، وان الميت يحتاج الى الدعاء. اذا رأيت ميت هو بيقرأ آيات جهنم والعذاب وآيات المنافقين، فالميت دهوت محتاج منك لدعاء، ومحتاج منك الى ايه؟ الى صدقة. طيب عايزين نقوله ايه؟ انسان لقى نفسه بيبيع المصحف، او لقى نفسه بيقرا القرآن وهو عريان. اللي بيقرا القرآن وهو عريان ده بيتبع الهوى والشهوات والشبهات، توب الى الله. طب واللي بيبيع المصحف قالوا ده بيبيع الدين او بيرتكب الفواحش، ودي التحذير له من سوء الخاتمة، فيجب عليك ان تنتبه. طيب مصحف فتحته وبتقرا لقيته ابيض ما فيهوش قرآن، يبقى انت راجل منافق، انت ست منافقة. معناها ايه؟ نسكت ونصوت ونلطم؟ لا، توب الى الله واعود الى الله، لان ربنا بيقبل التوبة في حالتين. امتى بقى بيقبل التوبة؟ ان الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ما لم يغرغر، يعني انت الروح ما وصلتش الحلقوم، وما لم تطلع الشمس من المغرب. يبقى اذا رأيت نفسك بتبيع المصحف او بتفتح المصحف لقيت المصحف فاضي، توب الى الله سبحانه وتعالى، استغفر الله سبحانه وتعالى. طيب لقيتك نفسك انت بتاكل اوراق المصحف، الناس بتاكل عيش وفول وفلافل وكلام من ده، لا، لقيت نفسك بتاكل اوراق المصحف، ده مال حرام انت بتاكله. فتش في وظيفتك وفي عملك، شوف انت بتأدي العمل لوجه الله ولا بتأدي العمل زي اكتر الموظفين ما بيتقوش ربنا ما يجعلنا منهم يا رب. طيب واحد لقى نفسه بيكتب القرآن على الارض، ده نصيبة سود في حقك انت. اللي بيقرأ القرآن على الارض ده راجل ملحد او سيلحد او راجل منحرف او راجل مضيع تعاليم الدين. فاذا قد ظهر لك ما قلته فاقرأ القرآن، فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه. اقرأوا القرآن فإن القرآن أنيس لكم عند الله سبحانه وتعالى. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا وذهاب همنا وحزننا، وأن يجلو بها الصدور ويشرح به الصدور ويهيئ به النفوس. يا رب اجعل القرآن لنا أنيسا في الدنيا وفي القبر وعلى الصراط دليلا لكل الخيرات. يا رب يوم العرض عليك بيض وجوهنا ويمن كتبنا وثقل موازيننا، وعلى الصراط يا رب سهل عبورنا، واجعلنا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.